استقبل الملك محمد السادس في القصر الملكي بالرباط السيد فوزي القجع وزير الميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعينه الملك رئيسا للجنة كأس العالم 2030. وتم هذا التعيين بعد أن اختار مجلس الفيفا ملف المغرب بالإضافة لإسبانيا والبرتغال بالإجماع كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. وأفاد بلاغ الديوان الملكي أن هذا التعيين يأتي تأكيدا على إرادة الملك محمد السادس في تنظيم مسابقة كأس العالم 2030 بطموح وطاقة قوية تجعل منها نجاحا كبيرا للبلاد. وكان الملك محمد السادس قد أعلن بفرحة كبيرة للشعب المغربي عن اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالإجماع ملف المغرب إسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لاستضافة كأس العالم. وأشار بلاغ الديوان الملكي أن هذا القرار يعكس التقدير والاعتراف بالمكانة الخاصة التي يحتلها المغرب على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة أعرب الملك عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مؤكدا التزام المملكة المغربية بالعمل بتكامل تام مع الهيئات المسؤولة عن هذا الملف في البلدان المضيفة. وجاء فوز المغرب في استضافة نهائية كأس العالم 2030 بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث وصل المنتخب المغربي إلى النصف النهائي واحتل المركز الرابع، مما جعله أول منتخب إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز التاريخي. فما رأيكم في فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030 واختيار السيد فوزي القجع وزير الميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رئيسا للجنة كأس العالم 2030؟ هل سيعطي هذا التعيين زخما لملف المغرب والإجراءات التي سيتخذها المغرب لاستضافة مميزة للبطولة؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.